لا على كده على كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبعد. شكرا لفضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة النافعة المختصرة، وشكرا مرة ثانية لأنه الرجل آثرني على نفسه بالحديث والكلام، فإنها لمناسبة كريمة طيبة اجتمعنا فيها من أجل إقامة سنة من سنن الله عز وجل الكونية، ألا وهي سنة النكاح وسنة الزواج. وإذا تحدث عن كلمة زوج أو زواج في القانون المحيط تجد أنها بمعنى اقتران الرجل بالمرأة واقتران المرأة بالرجل. والله سبحانه وتعالى امتدح لنا هذا الأمر، فعلينا أن نشكره أنه في مطلع سورة الحجاج قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الله سبحانه وتعالى حينما خلق القلوب جعلها بين اصبعين من اصابعه، والنبي صلى الله عليه وسلم بس مباشر القلوب أهلا ما تعارف أقبال الأحفاد والأولاد وبلدنا يبقى فرع على طول. حينما خلق أبونا آدم، خلي بالكم معاي لهذا الكلام، حينما خلق أبونا آدم وسمي آدم بهذا الاسم لأنه مخلوق من إدام الأرض أي تراب الأرض. كلمة إدام معناها تراب، مأخوذة من اللون الأسود. وخلق من ضلعه الأيسر أمنا حواء. لماذا؟ لكي تكون قريبة إلى قلبه. خلق أبونا آدم وسمي آدم بهذا الاسم لأنه مخلوق من تراب الأرض، وخلق من ضلعه الأيسر أمنا حواء. لماذا؟ لكي تكون قريبة إلى قلبه. وسميت حواء بهذا الاسم لأنها مخلوقة من شيء حي وهو ضلع آدم الأيسر. الله سبحانه وتعالى أودع في الرجل من الصفات ما يجعل المرأة تميل إليه، وأودع في المرأة من الصفات ما يجعل الرجل يميل إليها. ونظم الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته جميعا على الزواج فقال: تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ثم خص طائفة معينة بالزواج ألا وهي طائفة الشباب، فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصفات التي من أجلها يزوج الرجل فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبين الصفات التي من أجلها تزوج المرأة فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ونسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأود أن أنوه: إياكم والمغالاة في المهور، إياكم والمغالاة في المهور، إياكم والمغالاة في المهور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة. كل ما تكون التكاليف قليلة تكون البركة كثيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم لحسن استماعكم. المعلم اللي هو العريس أحمد السيد أحمد مهران
آل عطيفي بالبربة على كريمة الحاج عاطف محمود عبد الرحيم طه العسيري، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وسمعنا الفاتحة. بارك الله فيك يا شيخ. آمين.